صاح النوم، صاح النوم، صاح النوم. يكفي نوم حتى اليوم، يلا يكفي صح النوم. صاح النوم، شد الهمة واصنع أمة، زد من عزمك صل للقمة. صاح النوم، صاح النوم، غير طبعك صحح وضعك، علي طرحك صح النوم. صاح النوم، ابني وطنك وانشر خيرك، كن متميز بين القوم. صاح النوم، صاح النوم، صاح النوم. يا قهر قلبي مولعين الجدر، احنا ما لقيناش نولع نذاكر والعياء، ولا قدرنا نكوي ملابس، ولا نشغل الغسالة ولا الكناسة. هذا عرض الجدر. بكل مشكلة ولا حل، بس إذا في ناس يشتوا يحلوها ويصلحوها. الكهرباء هذا العالم قد تجاوز موضوعها قبل عشرات السنين، بس احنا ما يشتوش يصلحوها. هم كل واحد مسؤول بيجي له يلهف له والعيال ويلا ومشى. لا صلحت البلد تخرب، أهم شيء رتب وضعه ومشى. صدقوا أن العمارة اللي خلفي هذا الكهرباء فيها أكثر من اليمن كلها. كل ما قلنا لهم يا جماعة نشتي كهرباء يقول لك يا رجال اليمن منورة بأهلها، وهكذا دوخونا ولا شفنا منهم حاجة. عمارتين أنا ناوي أشبك لنا أيضا من هذا العمارتين سلك أولع اليمن كلها. لو إحنا مثلا الدورة اللي نازل هذا يولع صنعاء، والدورة اللي فوق يولع ذمار، وعدن فوق لأني منطقة ساحلية نشبك لها من فوق، وحضرموت والكل وعمران سهل. عمران من الجسر اللي في الوسط، عمران هم ما فيش معهم الا المصنع مولع، معهم الغبار يكفيهم من المصنع. المهم لا حد بيقصفه ولا حد بيعتدي عليه، ومولع واصل. ويا جماعة شوفوا لنا كهرباء. آخر شيء الناس بيفكروا فيه هو الكهرباء، وإحنا بنطالب بالأشياء الأساسية. الذي نعيش زي الناس، نكوي الثوب بنصير أصلي جمعة ومحطب، أشتي أكوي الثوب، أشتي أذاكر للجهة، يا جماعة الله أكبر. رعى الله أيام زمان عندما كانوا يتزوجوا يقول لك على من الصلاة، احنا اليوم على من الماذور، يهم الماذور أكثر من المرأة. أيضا عندما يجيب عياء، أول ما يخرج الطفل يسمع صوت الماذور، ما عاد يسمع صوت الأذان في إذنه، صوت الماذور. جماعة يقولش ماما، يقول ماذور. والله ان احنا شعب مسكين وطيب. 33 سنه وهم بيضحكوا علينا انهم قد مدري ايش قد سووا لنا، والانجازات العملاقه. وفي ال 33 سنه يوم واحد تولع الكهرباء ما تنطفيش، ما فيش يوم واحد. اين الانجازات؟ لا في انجازات. وريني ان يوم واحد جلست الكهرباء بدون ما تطفى. الناس بهانا بيفكروا هل القمر متى نوصل لها، وهذا قشتي قمر صناعي، وهل المريخ فيها مياه ويمكن العيش فيها، واحنا بنفكر ولعوا اليوم وطفوا وحصروا الشعب. ويمكن اني منهم مقصوده انه خلاص ما تفكرش لا من اكل لا من سرق لا كيف تطور بلادك، تفكر بس ها ولعوا ها طفوا ها ما فعل ايش الماضور، هل في ديزال طول حياتك وانت بتفكر كيف تولع الكهرباء في يومك، وكيف تصلح الغساله وخربت الغسال كناسه والمكوى. بالله عليكم هذا عيشه، وضحكوا علينا طوال السنوات. والكارثه ان عاد في ناس بيطالبوا يشتوا يرجعوهم لنا. قال واحد من ثمر اتصل وزير الكهرباء بيقول من معي؟ قال معك مدير مواني ذماء. قال من متى في ثمر ميناء؟ قال هو انت وزير الكهرباء ما فيش معنا كهرباء. وهكذا احنا عندنا وزير الكهرباء بس سلم، بس ما يصلحش، بس يصلح الموجود، ما عاد يدور. بس الخبطات بعد كل عمود يشتي وزير. احنا عندنا يشتي كل عمود كهرباء يشتي وزير يصلحه. وحتى بيقول لك في اليابان من النكات انه بيقول لك في اليابان مولعه اليابان كلها الا شارع واحد، شارع السفاره اليمنيه. بيقولوا لا خلوه اضافي، هذا عادات وتقاليد البلاد، ما يمكنش تولعوا له. حرام عليكم، ولعوا لنا خيرة الله عليكم. اقل شيء نكوي الملابس. قضيه الكهرباء
هي مشكلة، بس قادرين نوجد لها حل. العالم كله قد تجاوز هذا الأشياء وإحنا جالسين في الكهرباء نناقشها. المشكلة إنه ما يشتوش لنا حلول، ما يشتوش تتصلح البلد. يعني يمكن علي صالح وشلته خربوا 33 سنة، يمكن إن إحنا 33 سنة نصلح ما خربوا. فالكهرباء موضوعها سهل إذا في إرادة. خلوها ما دام إني استثمارية، لأن المفروض الدولة عندما تقدم خدمة للبلد أو للمواطن تكون على أساس إن خدمة مجانية، بس ما دام استثمارية وبياكلونا وياكلونا أكثر مما بيولعوا لنا، خلاص سلموها المستثمرين. وقبل فترة قدمت الشركة الصينية وقالت مستعد تولع على اليمن بس باستثمار بمبالغ أقل ممن حاسب لها، ما رفضوا، ما يشتهي يصلح هذا الخدمة. لعلمكم ما فيش دولة في العالم الكهرباء تدخل في السياسة إلا عندنا. إحنا الذي يشتي يتسيس والذي فكيف يتحكم بالكهرباء؟ إني سلطة قال لك أنا الكهرباء أولعها أنا، وهذا لا أولع، انتخبوني أولع لهم، هذا ما انتخبونيش ماشي. وقت الخطابات نولعها، وقت الخطابة اللي ما نشتي والمقابلة نضفي السياسة معجونة عجين كلها على رأس الكهرباء. يا جماعة الكهرباء هذا خدمة للناس. هذا بيقول أنا عاد أوريهم المعارضة، يوريهم المعارضة يكشف لهم الكهرباء. مش معارضة التي تتحكم بالكهرباء ودلجال الكهرباء. ورينا برامجك، ورينا انجازاتك، ورينا يعني ايش تقدمها للناس. اما تطفي لهم الكهرباء مشي انجازات ولا هي سياسه. المهم تخيلوا حتى في العراق عندما قصفوا حرب على العراق، جلست حتى سوريا الان بيحتربوا الكهرباء في بعض المناطق مولعه وهي حرب. حتى اسرائيل ودي اسرائيل احنا ما نكسفها هكذا يعني اباضه. سمعتني؟ مالك بتضحك يا عزي؟ أبادا يلا أبادا يلا. أيوة أنتوا تقولوا أبادا يعني. ليش عرفك بعندنا؟ ها؟ ليش؟ أصلي من ريدة. يهود جدك من عندنا من ريدة. من اليمن. نعم. طيب ليش بتقصفوا غزة؟ إحنا نقصف قصف منه وقصف منا. إحنا نريد توسيع مستوطن نعيش في أراضي واسعة. فإن ابنيهم ما يرضوا. طيب هل بتقصفوا الكهرباء؟ ما هو؟ كهرباء بتقصفوا الكهرباء وتطفوا على أهل غزة الكهرباء؟ نقصف كهرباء؟ قلت كهرباء أي الكهرباء؟ لمبة كهرباء ولا الكهرباء هذا النور؟ النور. نقصف كهرباء غزة؟ هذا سؤال غريب. هذا ليش؟ كيف ليش؟ شو بينكم حرب؟ ما انتم محتلين. لا 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 ما هذا يعمل هذا نقصف كهرباء. لا هنا نقصف اللي يقصف المواد اللي يهرب. ما كهرباء ليه؟ ما تهارب الكهرباء، ما تهارب. هذا سؤال غريب. ليش السؤال هذا؟ طيب ليش ما تقصفوش الكهرباء؟ الكهرباء يعني لأنه هذه حياة. نحن لا نقتل الحياة، يعني هذه للأطفال في المستشفيات، للمواد من أجل لقمة عيش. نحن حتى عندما نقصف بناية ونشك أن فيها إرهاب نبلغ أصحاب إمارة، نقول له إحنا بعد يعني دقائق أو ساعة سنقصف، انذار يخرج الإرهاب يعني. الله ان انتم اكبر ارهابيين. طيب احنا عندنا ناس بيطفئوا الكهرباء، واحد بيجي يقصف يطفي الكهرباء. واحد يطفي كهرباء؟ ايوه. يمكن يشتي يرقد. ايش يشتي يرقد؟ يطفي الكهرباء على اليمن كله، على البلاد كله. يطفي الكهرباء على دولة؟ على الكل. من أجل يرقد هو؟ لا يرقد هو ولا بيخلينا نرقد. يطفيها بمزاج، يقصف الكهرباء يخرب بلاده. ليش ما تعملوا له فيش؟ ايش من فيش؟ ما بيطفيش بفيش، بيجيب بازوكا بصاره يقصف الكهرباء. يقصف كهرباء كله ويطفي على الشعب. ولا يعني ما فيش عندكم هذا الحاجة وانتم يهود ما بتقصفوش كهرباء؟ صلي على رسول الله. اي ماذا هذا احنا انت تقول احنا يهودي؟
هذا يهودي ابن يهودي ابن يهودي لجد سابع يا عزي، ما حد يفعلها يا حرام. هذا كهرباء، هذا عدو الحياة وعدو الناس وعدو كل شيء. هذا مهنا ما نفعلها. ما فيش يهودي واحنا يهود، ما حد تفكر في هذا اليهودة هذا. والله احنا عندنا كل احيانا في اليوم 4-5 مرات يكسبوا الكهرباء. ايش سوت بهم؟ ايش عملت بهم؟ ما ادري. هذا وضعنا يا يهودي. يمكن الكهرباء حقه وش اخذوها منه مثلا. لا مش هذا حق الشعب، هذا مش حقه. هكذا مزاج يشتي فلوس والناس يتفرجوا عليه والدولة عندنا تتفرج وهم عارفين من اللي بيكسب. وعاد في بعض القبائل يجوا يوقفوا معاه يقول لك لا هذا خلوه يكسب، بعضهم مش كلهم. يا عزي أرجو أنكم في الإعلام تنتبهوا، تنزلوا علينا احنا يهود وتقولوا احنا إرهاب واحنا قتلة، وتنسوا هؤلاء اليهود من اليهود. يعني هؤلاء أكبر من إرهاب. هؤلاء ابصروهم أول، أنتوا إعلام لا تشوفوش اليهود. إحنا بعدين صفوا اللي عندكم وبعدين جو عندنا. المهم نشكرك يا يهودي ولو ما استاهل الشكر. شكرا. وأقول لهم إذا استدرت تقول لهم قل هم ألا دقونا. تمام احنا نقول لهم مع السلامة. مع السلامة. شفتوا؟ رجع اليهودي يضحك علينا. لا بيكسفوا كهربهم وهؤلاء الناس يدعوا انهم مسلمين ومواطنين ويدعوا انه ومحسوبين علينا وعلى يمن الايمان والحكمه وعلى القبيله وعلى القبائل الجود والنخوه والكرم والشهامه. هذا ظاهره مش موجوده الا عندنا. ناس تكسف منشآتها وخدماتها بايديها مثل الذي يكسف جسمه. تخيل واحد يكسف رجله، من ايش يستفيد؟ انت بتدمر بلاده. خسارتنا في قصف الكهرباء وانابيب النفط في الاشهر الماضيه 100 مليار. هذا فقط في خسارتنا. 100 مليار. كمان نصلح بها مستشفيات، كمان نصلح بها مستوصفات مدارس وضرب. كل هذا صارت لا تصليح ما خربها هؤلاء الناس. متى نغفل ومتى الدولة تضع حد لهذه الأشياء ومتى القبائل نفسها تتبرأ من هذه الأعمال وتوجد تحللها؟ للأسف بعض القبائل ما زالت تحمي هؤلاء المخربين. عيب في وجيهنا كلنا عندما يشوفوا الأخبار في الدول الثانية تفجير أنبوب نفط في اليمن، ما بذكروش قبيلة فلان. هذا عيب أسود في وجيهنا كلنا، وهذا بتضر الشعب كله. كم يا ناس بتموت في المستشفيات وأمهات وأطفال من أجل الكهرباء، ما فيش أكسجين. كم ناس ما بيلقوش يعني تتلف موادهم والأدوات المنزلية بسبب. كم مصانع غلقوها، كم منشآت، كم محلات، كم تكاكي تغلقت، ما فيش كهرباء. حرام عليكم، العالم وصل للفضاء وتطور واحنا جالسين نتصارع على الكهرباء. خرجوا الكهرباء من السياسة وخرجوها من الأعمال الشيطانية ونتبرأ من هؤلاء الذين بيخربوا. صاح النور. صاح النور. عيناك ميزانك يا ليت، عيناك ميزانك يا ليت. والله انه هذا الماطور ماشي يجيبش على بر. صغير لكن معاند. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور. كيف حالك يا مشتغل؟ وسهلا. حقك الماطور هذا ما لا ايش فيه يا اخي؟ صلحوا من هنا يخرب من هنا يا باشمهندس. امان معنا حلقه وقد تاخرنا والناس المشاهدين منتظرين نشتي تصلح الماطور. انا راكن علي. وانا ايش صلح لك؟ طيب اقول لك ما رضاش يشتغل. انا صنعاء كله صلح الماطر حقه من نكاله. ما راسك هذا مو هذا صلح بونا، ما صلح بونا. طيب انا ايش ذنبي الان؟ الناس مشاهدين منتظرين وكذا. حيبقى تفضل شوف لي منين شغال. شوف اللواز حقه اول. اي اللواز هذا معصوا على الديكي. تقول لي لواز مو لواز هذا. شوف لحظة تحرق الفحم. استاذ معي حلقة انا اشترح لي. تحرق الفحم مالك صار. لحظة اشترح لنا الناس منتظرين. عفوا مشاهدينا الكرام، المهندس يصلح الحلقة وابدأ فيها. لحظة يا ابني لحظة. الشكام مدري ماله مكبد. شوف مدري ايش. شوف لحظة اشوف هندل شو قوة هذا النغمة هذا ما هندل
ايش النغمة هذه؟ لمن كل هذا أي قناديل؟ لمن كل المواضير؟ وين عاد في قناديل؟ ما خلونا الو حبيبي، الو هلا حبيبي، هلا. شفت اول ما شفت اتصالك انا بالتلفون اقول رزق فارس. ايوه حقك جاهز ان شاء الله. عفوا أيوة مشاهدين، ثواني الآن يصلح ونبدأ الحلقة. شوف انا عندي لك تخفيض، بالذات عندي لك تخفيض 15,000 بس. 15,000 15,000 ما هو ذي الايام موسم، ما هو 15,000 حق، ما هو 3 كيلو حقك، خلصنا كل كيلو ب5. اسم راعين ما انت. يلا بسرعه عشان اقفل. يلا مع السلامه. بسرعة خلصني انا اشوف ايش فيه. يلا اقول لك امسك الرجل حقه من هنا. وين رجله؟ ايوه امسك الرجل. هو قوي الرجل يذبح كبش ذي العين. مكسر انت اشتريته من الحرج هذا صح؟ لا جديد شغال كل البرامج به. والله العظيم يا اخي. لمن كل هذا المجانين يا اخي؟ الشهرة تعال، الشهرة. يا اخي شهرنا يصلح. الو ايوه حي الله الدلال. انا قلت اسمك يطلع يعني بورز. ايوه قل والله حق المصنع خرب، ان شاء الله يغلقوا الباقي. ابو كام؟ 105 كيلو. 105 كيلو ما هو 105 كيلو تام. والله العظيم لو خمدته ونديته للمحل حقي كل كيلو لك ب1000 ريال. كيلو لحمة هذا وكيلو كهرباء. وكيلو جمبري. هذه اللي جايه من الكهرباء مع انه قليل بيبيعوها. يا اخي خلاص بغلق. يلا خلاص عندي تمام. يلا وخذ لك عموله مع السلامه. كم بتحصل كم تحصل؟ يا اخي العين حق قالوا انت. كم بتحصل؟ صل على النبي. شوف هذه الايام موسم كيف موسم؟ ما فيش موسم للمواضيع. لا يعني ما شاء الله بارك الله في يوم ذيلا اللي يضربوا الكهرباء. والله انهم يصلحوا لي اجر خليه على الله. تمام هذه اصفي لي 80-90 الف في اليوم. ايوه في اليوم كيف الساعه؟ لا باليوم 80,000. 80,000 قليل والله. جاري هذا صاحب الدكان لو تدري كم يطلع والله. مو تصلح قو انا اصلحها انا. خلاص توكل لك على الله. الله معك. طيب 80,000 استندي لي بياس ولا شيء. مشي ما سويت لي. ما لا معك 80,000 توكل. 80 هذه الايام بس. مشاهدينا الكرام جيت لي 80,000 وانا جالس لي مذيع ولاحق الناس ومن دوله لا دوله وطلعت روحي وكملت نفسي و80,000 اليوم. هذا في الموسم وقت القصف الكهرباء. ليش انا اتعب نفسي؟ التلفزيون هذا ايش جمعت لي منه؟ جت لي فكره. الو ايوه معاك. تعال شغال الان الماطور. شوف على صوت رجعتهم منشد صوت بلبل الان لمسه من يدي. المفروض يشارك الان في ماطور ايدل. روعه. تعال احمد الله ان عندنا نشتغل لك يعني مواضيع. انا تخصصي ابراج. انت الوحيد هناك صاحب اشتغلت لك ماطور ولا تخصصي ابراج. يلا في امان. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله إلى لقاء جديد من حديث هذا المساء. في هذه الحلقة خصصناها اليوم للبش مهندس الكبير الذي أصبح أشهر من نار على علم في بلدنا الحبيب، البش مهندس محمد الربع. مرحبا بك بش مهندس، نورت يمن شباب برنامج حديث المساء. يا أهلا وسهلا، أشكركم على الاستضافة. ولو أنا مشغول زعجتوني مع أعمال، بس أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك باشمهندس. بداية أكيد المشاهد الكريم حاب يتعرف على الباشمهندس محمد، كيف وصل إلى هذه المكانة وإلى هذه الشهرة الكبيرة داخل البلد؟ والله بدايتي بداية متواضعة جدا، بداية عادية جدا. كنت مذيع زيك، يعني البداية كنت مذيع زيك، بس الآن فتح الله علي، أصبح لي مركز محترم وأصبحت لي بشهرة وكذا. الآن أصبحت مهندس حقيقي والناس تعرفني. بس من الأول زي ما قلت لك كنت بدايتي متواضعة، لا تكاد تذكر. المذيع عارف وضع المذيع، يعني ما في أي تشجيع للمذيع. كيف ما في تشجيع؟ اعمل برنامج ما حد يتابعك، الكهرباء طافية. بس عندما
تصبح مهندس كهرباء والكهرباء فيها تشتغل تطلب الله مواضيع. يعني افضل من جانب الاعلام. بكثير بكثير يعني لا وجه للمقارنه. انا الان لما تقول لي مذيع كأن انت يعني تسخر مني. يعني الان تنقص من قيمه الاعلاميين بشكل عام. لا انا لا ما يعني يعني وجدت دخل باش مهندس، يعني انه دخل الكهربائي الان اصبح احسن من الاعلاميين والمذيعين في بلادنا. المهندس الكهرباء خصوصا انه في مقومات وبنيه تحتيه تهندس. انا مثلا في اليوم برجين 3 اصلح. كم في وانا مذيع في رمضان اشتغل، بس هذا يوميا برجين 3. واصبحت الان انا تخصصي ابراج، كنت من اول موادير اصبحت تخصصي ابراج وانذو حنجره قصدي ومحولات. محولات. نعم. هذه الابراج اللي دائما ما يعني على مستوى اليمن ولا بس؟ معي اتصال بس، عفوا. طيب تفضل. عفوا. مرحبا. فين؟ فينا خلاص انا خلص سكرتير يحجز برج فينا. اوكي تمام. 300 واط في امان. طيب احنا يا باشمهندس على الهواء مباشره، كيف تتكلم لي عن عادي هذا ضربة طلبة ما تنفع لي انت وحقك المقابل. يعني بتكسب كثير من اولا اكسب حب الناس. عندما يجي المواطن لعندك وضافي واولع له ما كم معك من اجر. اولا هذا شيء بيني وبين الله، هذا راجع. ايضا اكسب حب اللي بيكسفوا. انني ما قطعت رزقهم، انا اجي اصلح فقط وهو يكسف ويصلح ويطلب الله، هو يشتغل وانا اشتغل. احنا في بلادنا مؤهله حتى الذي يكسف ما حد يكلمه. طيب انت اصبحت الان مهندس بس ابراج ولا حتى متخصص في المواطير وهذا؟ المواطير هذا يعني كنت زمان اول ما ابتدأت، بس الان الحمد لله وفق الله واكاديمي اصبحت ولي شهادات من عده يعني اللي بيكسفوا معي شهادات منهم كلهم. يعني اسمح لي باشمهندس الان معنا اتصال على الهواء مباشره. الو مساك الله بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نورت الشاشه يا استاذ محمد. الله يخليك الله يخليك. انت احسن مهندس عندنا في البلاد. هذا واضح بدون شك. انت جاري. ايوه. انا صلحت الموتور حتى عندك ولا 40 مره. ايوه اكيد المفروض باقي 10 مرات. هذا واحد. ايوه. انا دائما هو اللي يخرب الموتور دائما. كلنا احنا دائما بيخرب الموادر وما بيكسب. كل ما يخرب حق الموتور لا صلحه واحده. الله يحفظك. هذا العزيمه. الميزه ان حكومتنا وشعبنا عنده عزيمه، يخرب يصلح. مش مهم يوقف المخرب، المهم يصلح. ما بش عندي يأس. لا يأس ابدا، لا يأس مع الماضي. يعني واحد يكسب واحد يخرب. لا احنا شعب مكافح. تفضل ايش باقي معك سؤال ولا؟ اول حاجه واحده لهذا اللي يخرب الموتور. يخرب كم ما يجي بعد نصلح نصلح واطمئن. نحن شعب نركع طول حياتنا. مش افضل يا باشمهندس ان انت تمسك اللي بيخرب الموتور؟ افضل ما لا هذا تقطع رزقه الرجال. ليش تمسك مع انه معروف وعارف من ساكن، بس معناه هذا انك قطع على الرقاب ولا قطع على الرزق. تقطع رزقه وبيكسوف والجماعه بيدفعوا له، بس معناه هذا ان انت بتحرمه من مصدر رزقه. مع اتصال لو سمحت. عفوا. تفضل. يعني يلا تمام. ولو كلمتني قبل القصف باسبوع قدرت اتفاهم انا وانت، بس يلا مش مشكله. الان جاي لك في الطريق. استاذنك انا معي عمل الان. لا بس ما ينفعش فلتنا واحنا على الهواء مباشره. هذا برنامج على الهواء وانا على الماطر، كل واحد في عمله. وخلى الهواء ينفعك طول عمرك بين الهواء. يجي يطلب الله قال لك معي هواء، جربنا الهواء ما نفع، طلع غبار وحساسيه في العيون ما نفعناش الهواء. في امان الله يا مذيع. شكلها كذا. يا باشمهندس محمد لحظه، تحتاج مساعد ولا شيء بيجي معك؟ صاحي النوم صاحي النوم صاحي النوم يكفي نوم حتى اليوم، يلا يكفي صاحي النوم صاحي النوم. شد الهمة واصنع أمة، زد من عزمك صل القمة. صاحي النوم صاحي النوم غير طبعك صحح وضعك، علي طرحك صاحي النوم صاحي النوم. ابني وطنك وانشر خيرك، كن متميز بين القوم. صاحي النوم صاحي